خلاص كده إيران انتصرت، وأمريكا أعلنت هزيمتها بشكل غير مباشر بتوقيعها الاتفاق اللي بيسمح بسيطرة رمزية لإيران على مضيق هرمز. الفكرة بتاعة الاتفاق إن المراكب اللي بتدخل مضيق هرمز الدخول بتاعها هيبقى من الجانب الإيراني، الخروج بتاعها هيبقى من جانب عمان. المنطقة اللي في الوسط دي فيها ألغام، فإيران هتبقى مسؤولة عن إزالة الألغام. طبعا هيتم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بشكل متدرج، وبالتالي إيران طلعت من الحرب كسبانة، كسبانة كمان مضيق هرمز اللي هم اكتشفوا بالمناسبة إن هو أقوى من القنبلة النووية. مع العلم إن إيران لو حبت في خلال كام شهر إن هي تعلن إنها قوة نووية تقدر تعملها. ليه؟ لأن في موقع نووي لم يتم ضربه ولا يمكن ضربه بالشكل الاعتيادي، اسمه موقع جبل الفأس. موقع جبل الفأس لم يتم ضربه، ومع ذلك إيران تستطيع استخدامه في عمل قنبلة نووية وتصبح قوة نووية. السؤال: من سيتضرر من هذا الاتفاق؟ أولا سيتضرر كل العرب. خلاص إيران بقت هي رقم واحد في المنطقة، وهي اللي تتحكم في مضيق هرمز، وأمريكا ما تقدرش تمشي كلامها عليها. بالتالي ستسمح للحوثيين لو عملوا نفس الأسلوب إن مضيق باب المندب هو برضو يكون مضيق تابع للحوثيين سواء كانت التسمية، وياخدوا عليه رسوم، وبالتالي مش هينفع معاهم لا حرب اقتصادية ولا حصار، ويبقى كده الحوثيين هم كمان حققوا مكسب جديد. هل كده النهاية؟ لأ، ده لسه كمان بتسمح إيران لميليشياتها إن هي تقوم بعمليات ضد المملكة العربية السعودية. وليه ضد المملكة العربية السعودية؟ هم بالذات عندهم في الفكر بتاعهم، في العقيدة عندهم، إن كأن المملكة العربية السعودية هي المتزعمة العالم السني التابع لبني أمية. ودي غريبة يعني، لأن إحنا في زماننا دوت في ناس سنة كتير ما يعرفوش مين هما البني أمية وبني العباس، وما يعرفوش كل الكلام ده، لكن إيران متخيلة ذلك. وبالتالي هيكون أهداف إيران أولا وقف المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي نرجع لنفس الوضع اللي كان موجود قبل حرب الإسناد. كمان إن الميليشيات العراقية التابعة لإيران لا يتم نزع السلاح منها، فتستمر في العراق، حتى لو كانت العراق هتنهار بس مش هيسلموا سلاحهم. الحوثيين يسيطروا على مضيق باب المندب، وبعد كده يبدأوا يفكروا في احتلال البحرين أو استعادة البحرين. لغاية ما هم بيقولوا البحرين هي جزيرة إيرانية، هم بيعتقدوا كده، وبالتالي مش بعيد إنهم يفكروا في احتلالها. في نفس التوقيت ظهر خبر غريب جدا إن العراق كان فيها قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين تم بنائهم وتفكيكهم دون علم العراقيين ودون علم الحكومة العراقية. يعني تخيل أنت تبقى في دولة ويتبنى قاعدتين عسكريتين لدولة أخرى، أنت أساسا في حالة حرب وعداء معاها، لأن العراق انسحبت من حرب 48 من غير ما توقع اتفاقية هدنة مع إسرائيل أصلا. فالعراق رسميا حتى هذه اللحظة في حالة حرب مع إسرائيل. إسرائيل دي عملت قاعدتين عسكريتين داخل الأراضي العراقية، وبعد كده فككتهم تاني خلال الفترة من 2024 ل 2026. طب ده تفسيره إيه؟ أيوه تفسيره بكل سهولة إن الدولة لما تفشل كل حاجة ممكن تحصل فيها، وبالتالي الديكتاتورية اللي بتحافظ على الدولة أحسن بكتير من الديمقراطية اللي هتدمر وتفشل الدولة.